عندي سؤال بريء، أقسم بالله بريء، بس أتمنى حتى اللي يختلف معاي أنه يسأل نفس السؤال هذا ويجاوب عليه، يحاول يجاوب عليه. ليش الفلسطيني يرى أن الشعوب العربية والحكومات العربية كلها خونة وعملاء وتعمل ضده، وبنفس الوقت ما يرى أنه الفلسطينيين اللي عايشين بأمريكا أو بأوروبا خونة مثلا؟ طيب ليش الفلسطيني ما يشوف الضفة الغربية والفلسطينيين اللي بالضفة الغربية خونة، ولا يرى في السلطة الفلسطينية خونة؟ طيب ما هم أيضا قريبين وبإمكانهم دخول حرب، وبإمكانهم يعني شعبكم يقتل في غزة وأنتم ما يعني قاعدين وساكتين ورايحين للمسابح وصيفون وكذا. طيب ليش؟ ماشي أنا ما يهمني، بس أنا أقصد ليش ما يتم اتهامهم بأنهم خونة؟ تتهمون فقط الدول العربية بأنها خونة. طيب ليش ما يتم اتهام 2 مليون فلسطيني عايش في إسرائيل يحمل الجنسية الإسرائيلية ومواطن إسرائيلي وقسم منهم بالجيش الإسرائيلي ويقتل بالفلسطينيين؟ ليش ما يتهمون ذولا بأنهم خونة؟ يعني ليش ذولا دائما شعبنا في 48 ليش ما تتهمونهم خونة؟ مع العلم هم بعد مترين عنكم، قسم منهم عايشين على الحدود مع غزة، بإمكانهم هم مواطنين إسرائيليين بإمكانهم يكسرون الحصار ويقدمون أي شيء يقدمون. لا بالعكس، هم عسكريين في الجيش الإسرائيلي ويضربون الفلسطينيين. فليش ما يتم اتهامهم بأنهم خونة؟ ليش فقط تتهمون الشعوب العربية التي دفعت الغالي والنفيس من أجل هذه القضية؟ فقط هم اللي تتهمونهم بالخونة. ترى يعني هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. لو الشعوب كلها متخاذلة ومن ضمنها الشعب الفلسطيني متخاذل، اللي بالخارج واللي بالضفة واللي داخل إسرائيل كلها متخاذلة وكلهم خونة، ماشي. أما تقول الشعوب العربية خونة كلها، وشعبنا الصابر الأبي في 48 وهو يحمل جنسية إسرائيلية ومواطن إسرائيلي وقسم منهم بالبرلمان الإسرائيلي وبالحكومة الإسرائيلية، جاوبوني.